عالم مليان ضغوطات وخوف من بكره وخوف من حاجات ملهاش وجود. بيجي كتاب النهارده يمدلك ايده ويقول لك اقف، خد نفسك، حياتك تستحق تعيشها من غير ما تخاف. مين بقى هو الكاتب وليه كتب الكتاب؟ كاتب النهارده ديل كارنيجي قضى سنين طويله يسمع مشاكل الناس، واكتشف ان اغلب خوفنا بيتكون من اوهام مش من مشاكل حقيقيه. شاف ناس ضاعت صحتها وناس ضيعت فرصها وناس ضيعت حياتها بسبب القلق، ومن هنا بدا يفكر هل في طريقه تخلينا نعيش حياتنا من غير القلق ومن غير ما نخسر عمرنا؟ الكتاب هو الاجابه. بيقول لك انت مش مضطر انك تكون ضحيه للقلق، وان عشان تغير حياتك مش لازم أن تكون شخص عبقري. كل اللي انت محتاجه شويه مبادئ بسيطه لكن فعاله. كاتب ما كتبش الكتاب ده من فراغ، هو درس قصص الاف الناس، رجال اعمال وستات بيوت وعمال وجنود في الجيش وطلبه، لان اللي بيتغلب عن القلق مش الاقوى لكن اللي بيعرف يفكر بطريقه مختلفه في حدود يومك. لو سالت حد ايه اكتر حاجه بتضيع عمرك، غالبا هتكون الاجابه حاجه من الاثنين دول. لا في حاجه حصلت معاه في الماضي مأثره على الحاضر، لو هو خايف اصلا من المستقبل ذات نفسه. الكاتب هنا بقى بيقول لك اكتر حاجه تعملها انك تعيش في خارج اطار اليوم. بيتكلم عن مفهوم بسيط جدا، هو عيش يومك بس، مش الماضي اللي ضاع ولا المستقبل اللي لسه ما جاش. اللحظه اللي بين ايدك دلوقتي هي الحياه الحقيقيه. لكن اقفل باب الماضي وباب المستقبل وعيش في اوضه النهارده. ليه لازم نعيش في حدود اليوم؟ الاجابه ببساطه لاننا لما بنفكر في اللي حصل بنتعب، ولما بنفكر في اللي جاي بنخاف، ودي حاجه خارجه عن سيطرتنا. لكن الحاجه الوحيده اللي تقدر تتحكم فيها وتغيرها وتستفيد منها هي النهارده. هنا بقى بيبدا يحكي قصص لناس حياتها انهارت كانت بتفكر بزياده، واحد عايش بسبب حاجه حصلت معاه في الماضي، وواحد مضيع حياته خايف من اللي هيحصل معاه بكره. في الناحيه الثانيه ناس نجحت لانها كانت بتركز على يومها بس، وكانت بتقول اعمل افضل حاجه عندي النهارده انما بكره بمشيئه ربنا. الكاتب بياكد ان اكبر العلماء والاطباء بيقولوا ان القلق بيتكون لما دماغك تتحمل فوق طاقتها. بيقول لك قسم حياتك لايام وتعامل مع كل يوم كانه حياه مستقله عن اليوم اللي بعده او اللي قبله، من غير ما تركز مع اللي راح ومع اللي لسه هيجي. الكاتب بيقول لك لو قدرت تعيش في حدود يومك هتلاقي القلق بينهار لوحده، لانك ببساطه بتسحب الوقود اللي هو بيعيش عليه. يقول لك ركز في يومك، سيبك من امبارح، سيبك من بكره، وركز في انك تعيش اللحظه اللي ربنا اداها لك. طريقه سحريه لتدمير القلق، بس لو في زرار واحد بتدوس عليه فيختفي القلق فورا. الكاتب بقى بيقول لك ان الزرار ده موجود، هو انك تواجه خوفك بدل ما تسيبه يكبر في دماغك. تسال نفسك ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل. انت مثلا كنت رايح تجيب حاجه لابوك والفلوس وقعت منك، وانهارت وعيطت وبقيت خايف تروح وقاعد في الشارع مش عارف تعمل ايه لانك مش لاقي الفلوس. اقف كده واسال نفسك ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل. تلاقي نفسك بتقول لك ابوك هيزعق لك او يخصم الفلوس من المصروف، فخلاص بقى تقبل بقى اسوأ احتمال انت قلته، هو ان ابوك هيزعلك مثلا او يخصم الفلوس من المصروف. لازم تقبل اسوأ احتمال انت قلته لو حصل اصلا. يعني ممكن ابوك يقول لك يا ابني الحمد لله انها جت في الفلوس وما جاتش فيك. هو انك تبدا تشتغل لتحسين الوضع لافضل درجه ممكنه. يعني انت مثلا لو معاك فلوس في البيت عينها تاخدها مثلا وتخلي ابوك يكمل لك على الفلوس اللي ضاعت وتروح تجيب الحاجه تاني. ليه لازم تعمل ده؟ لان ببساطه عقلك بيخاف من المجهول وبيبدا يكبره لحد ما تدي الحاجه اكبر من حجمها. لكن لما بتسال نفسك ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل، انت كده بتفتح النور في اوضه كانت ضلمه وشفت ان الوحش مش مرعب زي ما انت كنت متخيل. هنا الكاتب بيبدا يحكي قصه رجل اعمال كان خسران كل فلوسه وكان حابس نفسه في الاوضه وبيموت نفسه من القلق لحد ما سال نفسه ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي. اخسر الشركه؟ طب لو حصل هشتغل وابدا من الصفر. مجرد ما بتقبل الاحتمال يبدا الضغط والقلق ينهاروا من عليك، ولما بتبدا تهدى بتحل المشكله. لما بتقبل الاحتمال الاسوأ مش معناه انك استسلمت، معناه انك بتقول لعقلك اقف، فكر بهدوء وشوف احنا هنعمل ايه. عشان لما بتقبل الاسوأ بتبدا تحسن الوضع وتبدا تبني وتسال نفسك ازاي احسن الوضع، ايه الحلول اللي قدامي، ايه اللي اقدر انا اعمله دلوقتي. وهنا العقل بقى بيبدا يدخل في وضع الفعل بدل القلق. كارنيجي بياكد هنا ان في الاف من الناس استخدموا الطريقه دي وقدروا يدمروا القلق. لكن الخوف الحقيقي مش من المشكله، هو من المجهول. لما تجيلك مشكله ابدا اسال نفسك ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي، اقبلها، اشتغل ازاي تحسن الوضع، وقتها بس هتكتشف ان القلق كان مجرد وهم. كده ماذا يصيبك من القلق؟ تفتكر القلق بيكبر لحد ما بتسيبه يسيطر عليك، لانك بتسيبه يدخل فجاه من غير ما توقفه وتساله انت مين وعايز ايه. هو بيبدا يعرفك ازاي تتخلص من القلق. حلل المشكله قبل الانهيار. الكاتب بيقول لك لو عايز توقف القلق لازم توقف العشوائيه اللي حواليك وتحول المشكله من شعور انت حاسس بيه لمعلومات انت شايفها او لامسها. وهنا الكاتب بيدينا 4 خطوات بسيطه لتحليل القلق. الاولى انك تكتب المشكله بوضوح، لان اغلب الناس بيخافوا من مشكله هم مش شايفينها اصلا. ويقول لك اول ما انت بتكتبها بتكتشف انها اصغر مما انت كنت شايف. ثاني خطوه بيقول لك اكتب الاسباب. اسال نفسك ايه اللي حصل وايه اللي خلاني اتوترت. لكن من غير ما تحدد الاسباب عمرك ما هتفهم المشكله. ثالث خطوه بيقول لك اكتب الحلول. يقول لك لان العقل لما بيبدا يفكر ما بيقلقش لانك ما بتعرفش تعمل حاجتين في نفس الوقت. رابع خطوه انك تختار الحل الافضل وتبدا تنفذه، عشان لما بتنفذ الحل انت كده بتقفل باب القلق خالص، لان الخوف عمره ما هيخلص لو فضلت واقف مكانك. كاتب هنا بيحكي عن طبيب نفسي مشهور كان بيعالج المرضى بالطريقه دي. كان بيديهم ورقه ويقول له اكتب مشكلتك واسبابها وحلولها، وبعد يومين كان بيرجع 90% من المرضى اقل قلق. ليه الطريقه دي فعاله؟ انك لما بتنقل المشكله من دماغك لورقه ثابته انت بتقلل الزحمه اللي في دماغك، وساعتها بتعرف ان القلق كان مستخبي وسط فوضى الافكار. قبل ما القلق يسيطر عليك اقطع عليه الطريق بتحليل المشكله وانك تحطها تحت الميكروسكوب هتكتشف انها اصغر مما انت كنت فاكر. كيف تطرد 50% من القلق؟
في حياتنا بنواجه مشاكل وافكار بنحس انها اكبر من طاقتنا، بنفكر بعقليه الشخص اللي بيدور عن الحقيقه مش بيدور عن المشاكل. هنا كاتب بيبدا يحط النور على ان القرارات اللي بناخدها تحت ضغط وقلق بتكون كلها غلط. كاتب بيديك طريقه تخليك تفكر بوضوح حتى وانت في وسط القلق، وبيديك 4 خطوات ذهبيه لطرد القلق. اول خطوه هي انك تجمع كل الحقائق الممكنه وما تستعجلش على الحل. اسال، شوف، اسمع، ان نص القلق بيجي من اننا ما بنعرفش الحقيقه كامله. بعد ما بتجمع الحقيقه بتبدا بقى في الخطوه الثانيه انك تحلل الحقيقه بعقل بارد. بيقول لك اقفل مشاعرك شويه وتعامل مع المشكله كأن واحد صاحبك جاي لك بمشكله وانت بتدور فيها عن حل، لانك لما بتطلع بره دايره المشاعر العقل بيبدا يشتغل. وفي الخطوه الثالثه بتبدا تاخد قرار واضح، لان التردد هو الاب الروحي للقلق. في الخطوه الرابعه بتبدا تنفذ القرار اللي انت خدته حتى لو كان صعب، لان القرار من غير ما تنفذه ملوش معنى، ولما بتبدا تاخد خطوه ناحيته حتى لو صغيره بيبدا القلق يروح. الفصل الخامس بعنوان كيف تطرد القلق من عقلي. في لحظه معينه وانت قاعد لوحدك بتلاقي دماغك شغاله لوحدها وبتقول طب لو حصل، طب ليه هيحصل، طب وبعدين. هو كاتب الفصل ده عشان يقول لك ازاي ما تحولش دماغك لمصنع قلق. كاتب بيقول ان العقل الفاضي هو افضل مكان يعيش فيه القلق. بيقول لك لو ما شغلتش عقلك بحاجه مفيده تلاقي القلق بيملى الفراغ ده. كاتب بيقول لك اشتغل عشان تطرد القلق من عقلك، عشان العقل ما بيعرفش يفكر في حاجتين في نفس الوقت. ويبدا يحكي عن واحده كانت عايشه حياتها لمجرد انها بتفكر في سلبيات حياتها، لحد ما راحت لدكتور نفسي وقال لها اعملي اعمال يوميه بسيطه، عشان العقل لما بيشتغل المشاعر السلبيه بتختفي. ايه اللي بيقتل القلق بسرعه؟ اي نشاط، انك تعمل حاجه وانت مركز فيها، مش لازم تكون حاجه ضخمه، حتى لو تنظف اوضتك او تساعد شخص محتاج. كل ده هيشغل المناطق المسؤوله عن التفكير. وخليك عارف ان انت لو مركز على السلبيات في مكان هادي بيبدا القلق يشتغل. لما بتكسر البيئه دي بيبدا القلق يختفي. لا تدع الهوام تهزمك. كاتب بيقول ان اغلب القلق اللي بنعيشه مش جاي من كوارث ولا مشاكل كبيره، لكن جاي من حاجات صغيره جدا. توتر بسيط، كلمه ضايقتك، موقف زعلك، بس احنا اللي بنسيب الحاجات التافهه تكبر في دماغنا وتبدا تسبب لنا القلق. الفصل ده بيجاوب على سؤال ليه بنخلي الحاجات الصغيره تعمل جرح كبير. عشان تحل الموضوع ده لازم تفهم ان مش كل حاجه تستحق رد فعل منك. فالكاتب بيقول لك ان احنا ساعات بنحول النمله لفيل مش عشان هي كبيره، لان احنا بنخليها تكبر في دماغنا. بيقول لك سجل اخر 10 حاجات ضايقتك في ورقه، فانت هتلاحظ ان 9 من ال10 دول حاجات تافهه ما تستحقش دقيقه تفكير. عشان تتعامل مع المشاكل التافهه لازم تسال نفسك هو الموضوع ده مهم فعلا؟ هل هو يستاهل الوقت والتفكير والاعصاب اللي باظت بسببه؟ وابدا افكر في الموضوع ده في المستقبل. هل هتفتكر الحاجه دي بعد 5 سنين؟ هل هتفرق معاك بعد 5 سنين؟ لو الاجابه لا سيبها تعدي. ويبدا يحكي حكايه راجل فضل متضايق 30 سنه بسبب كلمه قالت له. 30 سنه ضاعت من عمره بسبب تافه. لما اعترف بكده فهم انه ضيع 30 سنه من عمره في عقاب نفسه مش في عقاب الراجل اللي قال له الكلمه. دي الحاجه التافهه بتاذينا لانها بتتكرر كل يوم، ولو ما اتعاملتش معاها هتعيشك في دوامه قلق. الشخص القوي مش اللي ما بيغلطش لكن اللي بيبقى عارف امتى ما يردش. اغلب القلق اللي بنعيشه جاي من الماضي، سواء من موقف حصل معنا في الماضي او قرار غلط خدناه. كاتب بيقول لك لو عايز تعيش هادي وسعيد سيب الغلطات دي ورا ظهرك. كاتب بيأكد ان الندم على الماضي ما هو الا مضيعه للوقت والطاقه، لانك ببساطه مش هتقدر تغير اللي فات ولا اللي جاي، لكن تقدر تغير النهارده. لانك لما بتركز على الحاضر القلق من الماضي بيختفي والخوف من المستقبل بيروح. وعشان تتعامل مع غلط انت غلطته لازم تعترف اول حاجه انك غلطت، مش تنكر الغلط ومش تهرب منه. وتاني خطوه انك تبدا تتعلم منه وتسال نفسك انا ايه الدرس اللي اتعلمته من الغلط ده؟ ان الغلط مش عدو، لكن لو ما اتعلمتش منه هيبقى هو العدو. ثالث خطوه سامح نفسك وما تقعدش تجلد فيها، عشان انت انسان وكلنا بنغلط. لازم تركز على النهارده وما تضيعش طاقتك في الندم. بيبدا هنا يحكي عن راجل فضل ندمان 20 سنه على حاجه عملها في الماضي لحد ما اكتشف ان كل اللي فات مش بيرجع وبدا يعيش من جديد. ليه لازم نتوقف عن لوم الماضي؟ لان العقل بيحب يكرر الافكار، ولو سمحت له يرجع للماضي كل يوم هيكون كابوس جديد، لكن لما بتوقفه بتبدا حياتك تتغير. اغلبنا بيعيش في قلق مستمر بسبب كلام الناس، من نقد ومن تعليقات الزملاء ومن اللي ممكن يتقال عليك. الكاتب بيقول لك لو عايز تعيش هادي لازم تتعامل مع النقد صح. الكاتب بيوضح ان الناس هتفضل تنتقدك ومش كل نقد يستحق اهتمامك. بيقول لك ان اللي بيخاف من النقد حياته بتتوقف. ازاي تتعامل مع النقد؟ الكاتب بيقول لك 3 خطوات. انك تقبل التعليقات السخيفه بحكمه، مش معنى ان حد علق عليك تعليق سخيف لازم تزعل، خد فايدته وتجاهل الباقي بتاعه. اسال نفسك هو التعليق ده صح؟ لو كان صح اتعلم منه وعدل التصرف الناتج عنه، غلط سيبه يمشي من غير ما تشيلها في قلبك. وتعلم انك ما تاخدش راي كل الناس عن حياتك، لان مش كل راي يستحق الاستماع. كاتب بيحكي عن شخص ناجح كل يوم الناس كانت بتعلق عليه لحد ما اتعلم انه ياخد التعليقات البناءه ويرمي الباقي في الزباله، وبدا يكتشف راحه البال الحقيقيه. التعامل مع التعليقات مهم، لان الخوف والقلق من التعليقات ناتج عن افكارنا وبيخلينا نضيع فرص. لازم نتعامل مع التعليقات بعقل هادي ونعيش حياتنا من غير ما نخاف من كلام الناس. بيقول لك انك لما بتساعد حد وبتعمل له حاجه كويسه وبتستنى انه يقول لك شكرا ويقدرك تزعل لما محدش بيقول لك شكرا. كاتب بيقول لك انك بتقتل نفسك لما تستنى حد يقول لك شكرا. كاتب بيقول لك اعمل خير من غير ما تفكر في المقابل، انك لما بتربط كل فعل بالشكر انت دايما متعرض لخيبه الامل. ليه؟ انتظار الشكر مضر، لانه بيستهلك الطاقه النفسيه، لان كل دي انت بتفكر فيها ليه محدش بيشكرني انت بتضيع وقتك وسلامك الداخلي، وبيديك شعور بالظلم وبيخليك تحس انك مظلوم ويحسسك انك مش راضي عن نفسك. ازاي ما تستناش ان حد يقول لك شكرا؟ ركز على القيمه الحقيقيه للحاجه اللي انت بتعملها. لو انا عملت حاجه صح
المدح فده تمام عادي. انك تعرف الفرق بين المدح الداخلي والرضاء الخارجي. مدح الناس جميل بس مش شرط انه يديك سلام داخلي. مارس العطاء بدون ان تتوقع مقابل. اعمل الخير بدون ما تستنى رد فعل. تخيل معايا ان حد عرض عليك $1,000,000 مقابل صحتك، حياتك واسرتك وبيئتك وحياتك، هتوافق؟ الفصل ده بيخليك تبص هو انت شاكر ربنا على النعم اللي عندك. كاتب بيقولك ان اكتر القلق بيجي على التركيز على اللي مش معانا بدل ما بنقدر اللي موجود. الحياه الحقيقيه مش بالملايين بل بتقدير اللي عندك. ليه احنا ما بنقدرش اللي عندنا؟ لان احنا بنركز على الحاجه اللي ناقصانا. كاتب بيقولك ان المال بيروح ويجي انما النعم اللي عندك لا تقدر بثمن. انت نادر حرفيا. خليك عارف ان كل انسان ليه تركيبه نفسيه وعقليه ما بتتكررش تاني. مفيش حد يقدر يعمل اللي انت بتعمله بالطريقه اللي انت بتعمله بيها. انك لما بتقارن نفسك بغيرك انت بترمي قدراتك في الزباله عشان انت بتحاول تبقى نسخه من شخص تاني بدل ما تبقى نسخه اصليه من نفسك. كل انسان عنده موهبه مميزه ودور على الحاجه اللي انت شاطر فيها سواء مهاره او طريقه تفكير. لما تكتشف الحاجه دي وتستثمر فيها حياتك بتتغير. ما تقللش من نفسك. ان اغلب القلق بيجي من اننا بنقلل لنفسنا. اللي احنا بنقول انا مش هعرف اعمل ده. دي كانت رحلتنا النهارده من كتاب دع القلق وابدا الحياه للكاتب ديل كارنيجي.